انت هتألف يا عم الحاج. ما هو من اللي ما يعرفش يقول عكس. قصة المثل ده بدأت لما كان في راجل زمان عنده محل بيبيع فيه حبوب. الراجل كان متعود ان هو بعد ما يروح يصلي الفجر يروح على المحل بتاعه علشان يفتحه. الراجل فتح المحل بتاعه فعلا، ولسه بيقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، وفجأة سمع صوت جوه المحل. دخل عشان يدور، لقى حرامي بيسرق الفلوس. الحرامي أول ما شاف الراجل طلع جري عشان يهرب، وهو بيجري خبط في شوال عدس وقعه على الأرض. الراجل أول ما شاف الحرامي بيهرب طلع يجري وراه عشان ياخد طبعا الفلوس بتاعته. الحرامي فضل يجري والراجل يجري وراه، بس للأسف ملحقوش. رجع الراجل على المحل والناس شافت شوال العدس واقع على الأرض، فبيسألوه ايه الحكاية، فلسه بيحكي لهم. فقالوا له كل ده علشان شوية عدس. فالراجل قال لهم ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. ودي كانت قصة المثل، والمثل دلوقتي بيتقال على أي حد بيدخل في أي موضوع ويدي رأيه فيه من غير ما يعرف عنه أي حاجة. سلام.